سلام عليكم. انا هحكي على موضوع القروض يا جماعه، خليكم قاعدين ما تقوموش، الله يستر عليكم. القرض يا اخوانا انا خدت تجربته، يعني انا مش بكلمكم واحد وبقول لا، انا خدت التجربه ورحت جبت قرض. كنت المفروض اخد 17,000. كنت عايز اجيب موبايل بقى، معلش الناس الغلابه بتتصرف غلط اللي زي حالاتنا. رحت عشان بعمل الشاي، اتفضلوا معانا. رحت عشان اجيب الكارد 17,000 في ثانيه خلصوه لي يا مان. مش محتاج الكروت، مش زي زمان محتاجه بقى اصل، ومحتاجه يكون عندك حاجات وتروح ويجوا يشوفوا. لا، ده على طول دلوقتي. حضرتك معاك ضامن، روح خد كارد بصور بطاقه بس. طب خدت الكارد طلبت 17 سلموه لي 14. ليه يا جماعه؟ ده انا طالب 17. قالوا لي لا، ما انت لازم اول ما تاخد الكارد تدفع منه 3000 جنيه اول شهر واخر شهر. ايه؟ طب انا عامل حساب على 17، انتوا تدوني 13، تدوني 14. دي قصه. فطبعا لقيت ان الكارد متسمسر مني من قبل ما اخده، ودفعت في الكارد بالفلوس اللي اتسمسرت مني، دخلت في 45% او 40%. يعني حضرتك لو انا واخد 20 مثلا، حضرتك هتدفع لك تقريبا النص. تاني حاجه هم مسهلين الموضوع جدا. انا عايز اقول لك، انا في اخر وطبعا كل يوم بيبقى عليك، كل شهر بتدفع الكارد. تخيل بقى لو معكش، مشكله. طب تيجي عملت انا ودفعته وفضلت ماشي، اخر شهر في القرض دفعته. الراجل ما راحش يسدده اللي خده مني. يتصلوا بيا يقولوا احنا هنرفع عليك قضيه. ليه يا فندم؟ اصل انت ما جبتش القرض. قلت لهم انا اديت له الراجل اللي هو انتوا موصيينه عليا، اللي هو تبعكم، اللي هو يعني بيجي ياخد الفلوس، مالناش دعوه. فين وفين لما خلصت يعني؟ فين وفين طيب ده تجربه شخصيه. اما انتوا يا جماعه الناس، انا والله شفت تجارب قدامي، ناس اتخرب بيوتها بالفعل والله، واتطلقوا وعيالهم اتشردوا ومش لاقيين ياكلوا، وكل شويه الشرطه تبعت لهم، وكل شويه اصحاب القروض اللي هم كانوا ضامنينهم يبعتوا لهم ناس مسجلين عشان ياخدوا اي حاجه من الشقه يبيعوها يعملوا. والله ناس اتبهدلت. يا الله يخليكي، لو هتسف تراب يا بنت الناس انت وعيالك، اوعي تجيبي قرض، انه حرام شرعا، حرام اللي هو القرض ويبقى عليه فايده. تبص تلاقي نفسك مثلا واخد لك 10,000 وبتدفع لك 14. ما يا ابني ده بالربا. وانا ما بتكلمش في الدين، انا بتكلم اساسا على دمارها للاسره والعيله. وبعدين بقى في ناس سماسرة القروض يا عالم، في ناس سماسرة القروض تقول لك عايز تجيب قرض هجيب لك، بس انا ليا في القرض ده 5000 جنيه، اللي هو بقى القروض اللي هي 15,000 والحاجات دي يعني. فانت تجيب قرض تدفعه كله وتطلع 5000 جنيه للي جايبهولك، وتبص تلاقي نفسك خدت 4 5 قروض، والشرطه بتدور عليك وحياتك اتدمرت. يا عم لا، حرام حرام عليك يا حبيبي، هتضيع مستقبل اسرتك. وانت يا ابني اوعى تفتكر ان القرض بينفع. احنا عشان غلابه يا جماعه، الغلابه والاغنياء مش في الارض سواسيه، هم عند الله سواسيه، لكن في الارض الغبان ياخد القرض يروح ويبوظ، لكن الغني ياخد بالملايين الملايين. لا، ماشيه مع حلاوه. بلاش احنا القروض دي مش لينا يا عالم. احنا هنسد منين؟ احنا معناش. احنا بناخد القرض عشان نحل مشكله، فنلاقي مشكله اكبر فنجيب قرض تاني عشان نعيش المشكله الاولانيه بتاعت القرض الاولاني، نخش في قرض تاني ونجيب التالت والرابع، نبص نلاقي علينا مال قد كده. محدش يا حبيبي هيسكت عن حقه، هيجيبوك بالشرطه ويحبسوك. وانت يا ستي اللي بتجيبي عشان خاطر جوزك وخاطر عيالك هتضيعي نفسك. حرام عليكي. عيشي على القد والله، وعلى القد عيشي بالسلف يا ستي، لكن ما تجيبوش قروض. القروض دي دايما خراب. سبحان الله، ما لقيتش حد غلبان خد قرض الا لما حياته اتدمرت. سبحانك يا رب. الله يخليكم يا جماعه، حافظوا على نفسيكم. والشركات اللي بتدي فلوس يعني باقل الضمانات والله بيوقعوكم في الغلط، عايزين يدمروكم. لا اله الا الله يا رب، لا اله. يا رب احمي الناس، يا رب احمي الناس من ظلم البشر. يا رب الناس الوحشه تموت، ويا رب الناس الحلوه تفضل عايشه. يا رب الناس اللي بتستغل الناس تموت، والناس الكويس تفضل عايشه. يا رب بتوع القروض دول يولعوا بجاز او يكون في ميه عشان يطرطقوا، بيحصل اشتعال يعني. انا مش عارف. حرام يا جماعه. وخلي بالكم على نفسيكم. احنا ناس قد كده ما حلتناش غير مرتبنا. بلاش ندمر نفسينا في حاجات ونخش في حاجات غلط. مع السلامه.